أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من النجم أحمد العوضي، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام. كما أعلن النجم أحمد العوضي أيضا الطلاق عبر حسابه على فيسبوك. كان الفنان أحمد العوضي قد احتفل منذ ساعات فقط بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشر صورة تجمعهم وعلق عليها: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح. الفنانة ياسمين عبد العزيز تزوجت من الفنان أحمد العوضي عام 2020، واستطاعت تشكيل ثنائية فنية ناجحة خلال السنوات الماضية، إذ تعاونا سويا في مسلسل لآخر نفس عام 2019، والذي شهد على قصة حبهم والتي كللت بالزواج. بعد ذلك قرر الثنائي العمل سويا، فعمل في مسلسل إن ملوش كبير عام 2021، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا وقت عرضه، ليقرر تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل ضرب نار العام الماضي 2023. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قرر الانفصال فنيا بعد مسلسل ضرب نار، لا سيما وإن العوضي تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان حق عرب، والذي يعمل على تصويره حاليا للعرض في شهر رمضان الكريم. في حين تعمل الفنانة ياسمين عبد العزيز على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة، إذ قدمت آخر أفلامها أبلة طمطم عام 2018. لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هي نبوءة خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، والتي توقعت انفصال الثنائي في عام 2024. وعلق أحمد العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة: كذب المنجمون ولو صدقوا، مشككا في هذه التنبؤات ورافضا له.